اما قبائل الرزيقات والمسيريه، الناس سمحوا للخونه ديل يجوا يهينوا اهلهم. ديل الناس بيعرفوا يتعاملوا معاهم. مين اللي بيتعامل معاهم؟ بيتعامل معاهم المقاومه الشعبيه دي، وبيتعاملوا معاهم اهالهم ذاتهم من الرزيقات ذاتهم. القبيله كلها ما وسخانه، القبيله دي فيها ناس كويسين. القبيله دي ما كلها حراميه. والقبيله دي واي حاجه اتسرقت مشت دخلت في بيت رزيقي ولا بيت مسيري ولا بيت واحد من القبائل اللي كانت بتقاتل دي، بتصل المقاومه الشعبيه قبل الجيش السوداني. فاحسن يا عمد، احسن تغسلوا العار ده سريع. زي ما دعاكم واحد من اولادكم، انا سمعت له تسجيل، ده ولد شريف، وفي زيه شرفاء كثيرين جدا قاعدين في قبيله الرسيقات، ناس فرسان وناس اولاد ناس، وناس عندهم امهات وعندهم اخوات وعندهم بنات ولدون، ما بيمشي يغتصبوا لهم بيت زول ثاني على الاطلاق. لكن كونك انت ذاتك كرزيقي تفتح الباب وتجيب الخونه دي اللي يجوا يغتصبوا اهلك السودانيين، اهلك. والسودان ده ما معروف اصلا، ما في موقع في المواقع السودانيه دي ما فيه نسب مع رزيقات، ولا ما فيه رزيقات، ولا ما فيه مسيريه. ما في جهه ما فيها نسب مع من الجعالين والشوايقه والنوبه والمحس وكل الناس دي والبقاره والفور. وين؟ كل القصه دي هي مداخلات بتاعت قبائل وعلاقات في كل مكان. لكن الليبي جبته ده واليمني جبته ده يا كيكل، اصبر انت بس ما تجري. اوعك تجري يا كيكل، اوعك تجري. وشوف النموذج بتاع اهل كيكل ده، هم اهلنا فوق، عشان تشوف دي القبائل السودانيه الاصيله. الرزيقات هسه حينفص عليك ديل، الحراميه والسراقين ديل كلهم، والمسيريه برضه حينفوا ديل، حتى كان كانوا عمد ادهم بكاسي وغشاهم بتاع الجنجويد ده حينفوهم اهلهم. لانه ده دي الفطره وده اصل السوداني الشريف. انا منتظر مواقف من الناس ديل، من الرزيقات، منتظر منهم مواقف شريفه تشبه القبائل وتاريخها. حتى التاريخ الماضي ما نسيناه، لكن ده مرتبط بافراد محددين كان. احنا ما بنظلم القبائل كلها مهما كانت. المال المنهوب كله هيعود، هيتحاسبوا الناس. اوعك تاخد لك بيت في بيتك عربيه مسروقه او مال مسروق. اوعك يا مقرون تلبسي لك ذهب زي تكون قرون سودانيه، ذهب مسروق من الخرطوم او من مدني او من اي مدينه سودانيه. حذاري حذاري، لانه في مقاومه شعبيه، وفي نظريه البروف بتكتمل. وباذن الله السودانيين يتكاتفوا اكثر واكثر ويرسلوا مزيد من المال ومزيد من السلاح. كل بيت يمسك سلاحه، لانه ما عندنا طريقه غير ده. دي الفطره ودي سنه الحياه، والله ما عندنا مخارج غير دي. ربنا ينصر الجيش. لا يمكن الجنجويد يكون من نسيجنا الاجتماعي، ولا حيكونوا معانا في السلطه، ولا يكونوا معانا في الجيش، ولا يكونوا معانا في اي مجموعه نظاميه مطلقا. الشكر والتقدير لاولاد الرزيقات والمسيريه المجاد الثبتوا في باب نوسه، اللي بيعرفوا الوطن، لانهم ديل بيفهموا، ما جهله ديل. ديل بيفهموا اولاد المسيريه والرزيقات ديل بيفهموا انه التراب ده باب نوسه دي حقتهم. والمجلد غريقه ده محلتك. بيفهموا. ما دارين الدول ليبي ولا يمني يجي يكسروا ويسيء لبناتهم ويسيء لاولادهم ويكتل اولادهم ويعوث فساد في ارضهم. مستحيل. ليه؟ لانهم سودانيين ورجال. عشان كده انا قلت لك القبيله دي فيها ناس ممتازين، اولاد ناس، وحنشوفهم هسه في الايام الجايه وقاعدين في الجيش بيقاتلوا رجال فرسان. ليه؟ لانهم ديل ولدتهم امهات سودانيين اصيلات مقنعات. صحيح صحيح، ما بيمشي يغتصب لمراه، ولا بيمشي يهاجم لزول ضعيف ما عنده سلاح. ما بيعمل حاجه زي دي. وما فيك لدانا تقع في بيت عشوائي عشان تقتل اطفال وتقتل ناس عزل. ما بسووا كده الاولاد دين. قاعدين وانا منتظرهم والله. منتظر القبائل دي تجي في موقفها الصحيح من التاريخ. لانه الناس اللي اذيتهم دين ما بيرحموك. ما الانسان انسان، واي انسان في جواه حقد بيتبني وبيتطور وبيكبر، وبيصل بعد ذاك مرحله انه يكون روحه ما لها قيمه. بس داري يحقق حاجته. فارجو انكم تنتبهوا قبل ما الامور دي تصل حد ابعد من ده. فكل الحاجات دي مستحيله وضد الفطره انهم الجنجويد يكونوا جزء من السودان.